هذا ليس استعراضا عسكريا، إنما احتفالات انطلاق قافلة الحجاج المصرية العام 1946 أو ما يعرف باسم المحمل المصري، الذي كان يصاحبه حجاج مصر والمغرب العربي قرونا قبل أن يتوقف منتصف القرن الماضي. بداية ظهور المحمل المصري تعود إلى عهد الظاهر بيبرس المملوكي، ومع الوقت أصبح الإعداد لرحلة الحج يأخذ طابعا احتفاليا شعبيا، يسمي فيه الوالي أميرا للمحمل، وهو الذي يقود قافلة الحجاج إلى مكة ويوفر لها الحراسة. وبعد الاحتفال ينطلق موكب المحمل يتقدمه الأمير وقضاة المذاهب الأربعة وأئمة المساجد ومشايخ الطرق الصوفية، ويطوف الموكب شوارع القاهرة قبل مغادرته إلى مكة في 27 من شهر شوال. ويخضع المحمل لنظام دقيق في تكوينه أشبه ما يكون بجيش عسكري في وقته وصرامة نظامه، كونه يشكل سفيرا فوق العادة للسلطان. وفي شهر صفر وبعد انتهاء موسم الحج تعود قافلة المحمل إلى القاهرة، تستقبلها مدافع القلعة ب12 طلقة واحتفال شعبي بسلامة عودة الحجاج. المحمل المصري وإن كان الأكثر شهرة إلا أنه لم يكن الوحيد، فقد شهدت بلاد الشام واليمن والعراق في فترات مختلفة إطلاق قوافل حجاجها بطريقة مشابهة، وإن تميز المحمل المصري بحمل كسوة الكعبة المشرفة. محمد بازد، العربي. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي
أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. إني ببابك مولاي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك، ومن سواك، ومن سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمع. كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا ربي، أدعوك يا اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.